الدوري سيكون هلالي حتى في فارق الخمس نقاط ما بين الاتحاد وما بين الهلال، ولكن اطمئن، الدوري هلالي يا صديقي العزيز. هذا ما طرح في برنامج دورينا غير. هنشوف ايه التفاصيل وايه حقيقة الامر ونعلق على هذا الامر. كذلك معنا ثانيا يا صديقي العزيز كريستيانو رونالدو، النصر ولا شيء غير النصر، والكلام ده موثق ومعتمد. كريستيانو رونالدو حتى بطولة كأس العالم للأندية لا يريد المشاركة فيها ولن يغادر نادي النصر. نشوف التفاصيل الموثقة ونعلق عليها مع بعض. كذلك معنا ثالثا يا صديقي العزيز إحصائية قوية توضح الحضور الجماهيري الضخم لنادي الاتحاد متفوقا على جميع الأندية السعودية، واللي كان عامل رئيسي وأساسي وكبير جدا في النادي الاتحاد يكون في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي حتى هذه اللحظة. عامة هنشوف كل التفاصيل دي ونعلق عليها زي ما تعودنا دايما في إطار الاحترام والمنطق. لايك الفيديو، اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتعالى على طول ندخل في الموضوع. نبدأ بالأمر الأول اللي بقول لك طرح عبر برنامج دورينا غير، إن الدوري سيكون هلالي بنسبة كبيرة جدا حتى مع فارق الخمس نقاط. الكلام ده قاله الأستاذ محمد الدعيع اللاعب الهلالي السابق. طبعا قال الدوري سيكون هلالي، وقلت أن الدوري أزرق منذ بداية الموسم. الحقيقة التصريح كان بالفيديو، بس احنا جبنا كده التغريدة من خلال الحساب الرسمي لبرنامج دورينا غير على منصة اكس. نصيا الدوري سيكون هلالي. محمد الدعية عنده رأيه من بداية الموسم ان الدوري هلالي حتى مع فارق الخمس نقاط. طيب هل بالفعل الدوري هيكون هلالي؟ بص يا صديقي العزيز بالراحة كده. نادي الهلال لو تغير كل شيء داخل نادي الهلال، نادي الهلال لو انتصر جميع مبارياته المتبقية بنسبة مش قليلة، ممكن نادي الهلال يحقق لقب الدوري السعودي، ولكن بشرط ان نادي الهلال يتفادى كل الأخطاء، سواء بقى من اللاعبين سواء بقى من المدير الفني. المهم ان نادي الهلال ينتصر في جميع مبارياته. ده متوقع حسب وجهة نظري. شايف ان اللي حصل في الاجتماع ده غير كافي، انك تعمل اجتماع واللاعبين بس تديك وعود والليلة كلها تشيلها اللاعبين، ان المشكلة كلها من اللاعبين زي ما قال المدير الفني، واللاعبين تعترف وتقول لك خلاص احنا هنوعدكم يا جماعة بالتصحيح، وانك تخرج من الازمة الكبيرة جدا دي خلال الفترة الاخيرة، والنقاط الكتيرة اللي بيفقدها نادي الهلال سواء بالهزيمة او بالتعادل تخرج منها بس بوعود فقط من اللاعبين بالتصحيح. انا شايف ده غير كافي او يضمن لك ان نادي الهلال يلعب كل مبارياته وينتصر في جميع مبارياته. وان حصل ونادي الهلال انتصر في جميع مبارياته، بالفعل نادي الهلال بنسبة مش قليلة ممكن يحقق لقب الدوري السعودي، ولكن انا شايف ان الامر ده صعب، لان المشكلة في نادي الهلال اكبر من ان اللاعبين تديك مجرد وعود بس وتقول لك خلاص هنعدكم يا جماعة بالتصحيح وبالاداء الجيد خلال المباريات المتبقية. نادي الاتحاد وارد ان الخمس نقاط دي تتقلص وكلها مباراتين وتنقلب الآية. مباراتين لو خسرهم نادي الاتحاد ونادي الهلال انتصر في جميع مبارياته هيكون المتصدر نادي الهلال. فكرة القدم متوقع فيها كل شيء، وارد فيها كل شيء، ووارد ومتوقع ان نادي الاتحاد كذلك يفقد بعض النقاط في جولات الدوري المتبقية. فنادي الاتحاد هيفقد نقاط، ولكن هل تضمن ان نادي الهلال هينتصر في جميع مبارياته؟ لان الامر دلوقتي مش متساوي. نادي الهلال مش متساوي في النقاط مع نادي الاتحاد، لا انت محتاج تنتصر في كل مبارياتك، والفريق المنافس للاتحاد منتظر تعثراته ومنتظر ان هو يخسر مباريات. فهل ده وارد؟ وارد ان نادي الاتحاد يخسر مباريات او يتعادل في كذا مباراة، ولكن تضمن ان الهلال بالمستوى الحالي ينتصر في كل مبارياته بوعود اللاعبين؟ انا شايف بصراحة ان الامر صعب، وان كان يتمنى الجماهير الهلالية ان الفريق يعود ويعود بقوة، ولكن انا زي ما اتكلمت قبل كده وجهة نظري ان المشكلة داخل نادي الهلال مشتركة، والاطراف كلها عندها شيء من التقصير. اللاعبين عندهم شيء من التقصير، اوكي اللاعبين جزء من المشكلة، المدير الفني جزء كذلك من المشكلة وجزء كبير من المشكلة، مجلس الإدارة جزء من المشكلة في حتة الصفقات الشتوية، انه بص فقط على موضوع كأس العالم للأندية ان يبقى فيه صفقات صيفية خاصة بكأس العالم للأندية، انما جزء الصفقات الشتوية لم يتم التدعيم الكافي بالنسبة للفريق. ده اللي احنا شايفين نتائجه ادت الى ان الفريق يخسر بعض النقاط خلال هذه الفترة. عامة يا صديقي العزيز تعالى ندخل في الامر الثاني اللي يخص كريستيانو رونالدو مع نادي النصر. اتكلم في الموضوع ده مقدم برنامج المجلس طبعا الاستاذ خالد جاسم عبر حسابه الرسمي على منصة اكس، نقلا عن الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو. قال كريستيانو رونالدو رفض تماما فكرة الدخول في أي مفاوضات مع أي نادي آخر بعد دخوله الفترة الحرة. كريستيانو رونالدو رفض التفاوض حول احتمالية الانضمام لأي نادي آخر للمشاركة في كأس العالم.
تركيز كريستيانو رونالدو فقط على النصر. ده خبر جيد بالنسبة لنادي النصر، وأنا شايف إن كريستيانو رونالدو مش فقط لاعبا لنادي النصر، ولكن كريستيانو رونالدو ممثلا للمشروع الرياضي السعودي. كريستيانو رونالدو لما استهدفه المشروع الرياضي السعودي إنه يجي يحترف في الدوري السعودي، أيا كان بقى بيلعب في النصر، بيلعب في الهلال، بيلعب في أي حاجة، ولكن كريستيانو واجه للمشروع الرياضي السعودي، وكان سبب كبير جدا في إن لاعبين آخرين يجوا يحترفوا في الدوري السعودي. فكريستيانو واجه للمشروع تسويقيا وترويجيا للمشروع الرياضي السعودي، لا أحد ينكر ذلك. اسم كريستيانو رونالدو على مستوى تاريخ كرة القدم، شعبية كريستيانو رونالدو العالمية لا أحد ينكرها تماما. تأثير كريستيانو رونالدو، التأثير الدعائي والإعلاني لكريستيانو رونالدو مؤثر بلا أي شك. فتواجد كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي مش مجرد متواجد لاعبا في نادي النصر، ولكن متواجدا في المشروع الرياضي السعودي، وبلا أي شك ده شيء يسعد الجماهير النصراوية. الأمر الثالث يا صديقي العزيز بقى إحصائية طرحت من خلال برنامج أكشن مع وليد فيما يخص الحضور الجماهيري على مدار الموسم، مش يخص الجولة الأخيرة، ولكن احنا يهمنا هنا بنتكلم على مدار الموسم لكل فريق بعدد المباريات اللي لعبها على ملعبه وبين جماهيره. الإحصائية دي بتقول لك إن نادي الاتحاد في الصدارة برقم كام حضور؟ برقم 448,000، وسيبك من الكسور، 448,000، 13 جولة، 13 مباراة لعبها نادي الاتحاد على ملعبه وبين جماهيره بحضور 448,000 مشجع. رقم 2 نادي الأهلي بعد نادي الاتحاد برقم 320,000 مشجع في 13 مباراة على ملعبه. 3 نادي الهلال ب239,000 في 13 مباراة على ملعبه. رقم 4 نادي النصر ب220,000 مشجع في 13 مباراة على ملعبه. الحقيقة عندي تعليق هنا فيما يخص الاتحاد والأهلي وفيما يخص الهلال والنصر. أولا علامة استفهام بالنسبة لنادي النصر، النادي النصر يأتي رابعا في حين ان عندك كريستيانو رونالدو. بلا اي شك كريستيانو رونالدو مؤثر جدا زي ما اتكلمت على المستوى الشعبيه والجماهيريه. كريستيانو رونالدو مؤثر بلا اي شك في الحضور الجماهيري، يعني يبقى عندك كريستيانو رونالدو وتأتي رابعا في الحضور الجماهيري، دي علامة استفهام كبيرة جدا. وزي ما بقول لك شيل كريستيانو رونالدو، حوش كريستيانو رونالدو من الملعب أو من الفريق تماما، شوف الحضور الجماهيري هيتأثر طبعا بلا أي شك. فتواجد كريستيانو رونالدو نادي النصر يأتي رابعا، دي علامة استفهام بصراحة. بعدين نادي الهلال يأتي ثالثا، قد يكون لها بعض الأسباب، منها صغر ملعب نادي الهلال. الملعب اللي بيلعب فيه نادي الهلال ملعب صغير مقارنة بالملاعب الأخرى اللي هي بتنافس نادي الهلال على مستوى الحضور الجماهيري للأندية المنافسة. الملعب بتاع نادي الهلال صغير على مستوى عدد المقاعد، فبلا أي شك ده قد يكون من الأسباب المؤثرة. قد يكون برضو من الأسباب المؤثرة بعض الإصلاحات اللي كانت بتتم في الملعب وبعض الأمور اللي كانت بتتم في الملعب، وأحيانا تلاقي المدرج ده بعض الأمور من أعمال الصيانة أو الأعمال الإنشائية. فالمهم ملعب نادي الهلال أي شك مش مقياس بالنسبة لبقية الملاعب، ولكن حط جميع الملاعب بنفس الساعات زي مثلا ملعب نادي الاتحاد وملعب نادي الأهلي، وهنا يتضح الفارق. نادي الاتحاد ونادي الأهلي بيلعبوا على نفس الملعب، فهنا تعرف تحكم وهنا تعرف تتكلم. لا، نادي الاتحاد متفوق على نادي الأهلي في الحضور الجماهيري، ويأتي بعده نادي الأهلي. وبلا أي شك حضور الجماهير الضخم بالنسبة لنادي الاتحاد ونادي الأهلي عامل إيجابي وعامل قوي جدا بالنسبة للفريق، بالنسبة للاعبين إن هم يأدوا أداء عالي جدا في أرض الملعب. الحضور الجماهيري مؤثر بلا أي شك على أي فريق، والدعم الجماهيري مؤثر بلا أي شك لأي فريق، خاصة إذا كان الفريق بينافس على البطولات. عامة يا صديقي العزيز نتمنى التوفيق للجميع. طالما وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو لايك الفيديو، اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.